مرحبا بكم معايا في اليوم الرابع من نظام الطيبات بالوصفات المغربية. اليوم إن شاء الله عندي لكم واحد الوصفة نادرة رائعة، كتجي مختلفة وبنينة بزاف. غادي نبداو النهار ديالنا. خديت الطوست كيف ما كتشوفوا، حمرته، درت له الفرماج المثلث لانه هو مسموح في هذا النظام، 3 ديال التميرات بالكركاع اولا الجوز، وكويس ديال اتاي. صافي هذا هو كان فطور خفيف ظريف لان عارفه شنو غندير في الغدا. واحد الوجبه رائعه. درت الرز بواحد الطريقه مبهره الصراحه، جا رائع في المذاق ديالو، والله ما توقعته يجي هكذا، جا بنين بزاف. اللي داقو عندي كيقول لي خصك ضروري تصوري الوصفه فيديو. ان شاء الله غادي نديرها لكم فيديو الا عجباتكم. بطبيعه الحال الا بغيتوها وطلبتوها مني غادي نديرها لكم فيديو. شوفوا لي التعليق كي جات ديال الرز، راه رائع. عرفتي ما فيه والو، درتو باللحيمه، يمكن لك ديريه بالبقري ولا بالغنمي ولا باش ما بغيتو، كيجي رائع معلك، جا واعر. عرفتي كليت تبارك الله مزيان في الغدا. حتى اضطريت انني ما تعشيتش كاع. صافي في العشاء خديت غير هكا بطاطا مسلوقه وما كملتهاش، صافي درتها غير بطاطا مسلوقه مع المليحه والكمون، ما قدرتش نكملها لان انا صافي كليت مزيان في الغدا بداك الشهيوه ديال الرز. جات رائعه بواحد الخلطه رائعه. كنتمنى وصفات وافكار اليوم يكونوا عجبوكم. انا عطيتكم فكره شنو درت هذا النهار. الا عجبتكم الوصفه ديال الرز وانا متاكده غتعجبكم، راه رائعه بزاف. ديك الساعات غادي نديرها لكم فيديو مفصل في هذه الطريقه بالتفصيل. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. شكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو في فيديو جديد.